السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم ان شاء الله البنات غنقدم معكم ليكيش بطريقة مبسطة بعجينة كتجي رائعة وسهلة بدون زبدة وكتجي مقرمشة وكتجي لذيذة، وان شاء الله تكتشفوا هذه الطريقة والمقادير. ما تنسوناش بواحد لايك واشتراك فضلا وليس امرا، وما تنسوش تسجيل في القناة باش يوصلكم كل جديد. هذا هو الشكل ديال ليكيش ديالنا، كنحصلوا عليه على هذا الشكل هذا، كتزينوه باش ما بغيتو. انا عملت فيه غير الكفتة والخضر، وان شاء الله نتوما تجربوها. الطريقه ديالها بسيطه، يمكن لكم تعملوا ليكيش فرديين او تعملوا في مول واحد، لكم الاختيار. الصراحه اعتمدوا هذه الطريقه لان العجينه ديالها غادي تشوفوها زوينه، ما فيهاش تعب، ويمكن لكم تخليوها حتى في الثلاجه. يعني بايته، انا خليتها اقسم بالله خليتها بايته حتى الغد ليه وشكلتها، وجات زوينه زوينه بزاف. وان شاء الله نتوما تجربوها. هذا هو القوام ديالها، كنت ديتها عند الصديقه ديالي، وبالصحه والراحه، ونخليكم مع الطريقه. على بركه الله. حاجتنا هنا في الحليب كنحتاجوا شويه ديال السكر، الخل، الزيت، الملح، وكنحتاجوا الخميره الحلويات. كناخذ في واحد الاناء، كناخذ نصف كاس ديال الحليب يكون دافي. انا هنا عملت فيه شويه ديال الزعتر. كنعمل واحد المعلقه كبيره ديال الخل. الخل غادي يقطع ليا هذاك الحليب، هو اللي غيعطيها هاد الهشاشه، وغادي تجي هاد ليكيش هادي زوينه. هانتوما خوتي، هنا عندي الحليب دافي، ومني عملت فيه الخل يعني بحال كيقطع بحال كيخسر. هذا هو السر ديال هاد ليكيش هذا، ما فيه لا زبده لا والو، وما فيهش حتى البيض. صافي خوتي، هنا كنخلط. من بعد غادي نضيف شويه ديال الخل، غنضيفو عاوتاني. هانتوما كيما كيبان لكم يعني كيقطع. صافي، من بعد غادي نخلط. غادي نضيف راه ضفت سبق لي وضفت شويه ديال الملحه لتحسين لتعزيز الذوق. من بعد غنضيف السكر. كيبقى السكر على حساب الرغبه ديالكم، كديروها واحد شويه باش يعطينا اللون. من بعد كنعمل الزيت، كنعمل نصف كاس ديال الزيت العاديه، وكنخلط هاد المكونات جيدا حتى كينسجموا. كنضيف الزيت بالتدريج نص كاس. صافي، من بعد كنخلط مزيان، ومن بعد كنضيف الدقيق على حساب الخليط، وكنضيف معاه واحد شويه ديال البيكين باودر. صافي، هذه هي الطريقه خوتي ديال هاد ليكيش هذا، كيجي رائع وكيجي سهل وزوين، وان شاء الله تعتمدوها. يمكن لكم ديروهم فرديين، يمكن لكم ديروه في مول كبير، اللي بغيتو لكم الاختيار. صافي خوتي، كما كتشاهدوا هنا غنضيف الدقيق، وغادي كيكون مغربل. وضيفوا حتى شويه ديال الاعشاب باش كتعطيكم هاد ليكيش هادي، كتجيكم من السما. انا ضفت شويه ديال الزعتر. صافي، غنخلط مزيان، غنخلط دابا بيدي، ونضيف شويه ديال البيكين باودر. صافي، وكتخلطوا العجينه حتى كتحصلوا عليها جاهزه. انا احتفظت فيها، خلطتها مزيان واحتفظت فيها في الثلاجه حتى الغد ليه، يعني راه ما كيوقع ليها والو، كتبقى العجينه ديالها واخا فيها الخميره كتبقى طريه وكتبقى مزيانه. صافي، هنا كما كتشاهدوا خوتي نضيف باقي الدقيق باش يجمع ليا العجينه راكم عارفين ما تكون لا قاصحه لا خفيفه، يعني مجموعه. من بعد اخوتي غادي نغلفها وغادي نخليها جانبا. يمكن لكم تخليوها ليله كامله، يمكن لكم تخليوها شويه تشكلوها، لكم الاختيار نتوما وعلى حسب اللي بغيتو. صافي، هنا غادي نستمر اخوتي. غادي نجمع العجينه ديالي كما كتشاهدوا راه باقي يعني كتلصق. غادي نضيف لها شويه ديال الدقيق صافي حتى الاخير، وغادي تشوفوا الشكل ديالها. هذا هو الشكل ديالها. صافي، هنايا غادي نكورها وغادي نعملها في البلاستيك الغذائي. والعجينه ديالها كما كتشاهدوا هانتوما كتكون طريه وكتكون زوينه. صافي خوتي، هذا هو الشكل ديالها وهذا هو القوام ديالها. غادي نغلفها وغادي نخليها ليله كامله. انا خليتها ليله كامله، ويمكن لكم في هذيك اللحظه يعني تخدموا بها. صافي، من بعد بالنسبة للحشوة كما كنقول دائمًا، الحشوة كتبقى اختيارية على حساب اللي عندكم وعلى حساب الموجود. اللي عجبكم عملوه. بالنسبة ليا أنا عملت فيها الكفتة وعملت فيها شوية ديال الخضر، شوية ديال الجزر محكوك، الفلفلة مقطعة مكعبات، شامبينيون، شوية ديال الزيتون. كديروا التوابل على حساب اللي بغيتو. أنا هنا عملت شوية ديال زيت الزيتون، الملح، وعملت شوية ديال الهريسة. وكتبقى التوابل على حساب اللي بغيتو. صافي، كنخلط هاد المكونات جيدا، وكنضيف شويه ديال الصلصه مطيشه، واللي بغى التحميره كيعمل هذاك يعني بابريكا. وعملوا شويه ديال الزعتر بالفوق. صافي، كتخلطوا هاد المكونات جيدا حتى كينسجموا، وكتهبط الحشوه. وكما قلت لكم نقدر ديروا الدجاج، نقدر ديروا غير الخضر، لكم الاختيار نتوما وعلى حسب اللي عجبكم اخوتي. صافي، غنستمر بحال هكا، وغادي نخلي الحشوه ديالي طيب، ومن بعد ان شاء الله ونشكل العجينه. هنا كما كتشاهدوا ها هي العجينه طلقتها.
غادي نشكّلها يعني كرة كبيرة، وغادي ناخد هاد المول هذا دهنته بالدقيق، وانتم لكم الاختيار بغيتو ديوهم فرديين اللي يعجبكم لكم الاختيار. صافي خوتي كما كتشاهدوا هنا عملتها في هاد المول هذا. وهنا الحشوة راه طابت، وبالنسبة كتصايبوا صوص بيشاميل يعني غير بالحليب والدقيق ومن بعد كنضيف لها شوية ديال الفرماج وكنضيف لها حتى شوية ديال الريكوتا في الآخر ملي كتكون جاهزة. صافي ها الحشوة ديالي طابت، نخليها تبرد. ها البيشاميل كتوجد صافي، ومن بعد إن شاء الله راكم عارفين إما تصايبوا البيشاميل أولا تشريوها جاهزة لكم الاختيار، ولكن يستحسن تصايبوها في الدار. راه ما عندهاش يعني شي مقادير يعني كتيرة، في المتناول. صافي أخوتي ها هي الحشوة ديالي هنايا كانت قريبة طيب. ومن بعد المهم ما تغفلوش عليها باش ما تلصقش. صافي من بعد تعملوا هاد الحشوة في العجينة، تعملوا فوق منها داك صوص بيشاميل، وكديروا الجبن من الفوق. كيبقى اختياري باش كيعطي هذاك اللون الأحمر وكتجي زوينة، والطروفة ديال الزبدة. صافي من بعد أخوتي كتحصلوا عليها كتكون على هاد الشكل هذا، كتجي روعة أخوتي. أقسم بالله كتجي روعة وكتجي زوينة ولذيذة، وكتغيّروا لأن هذاك الخل مع الحليب ملي بحال كتقطع. ملي كديروا الخل مع الحليب راه بحال كيخسر، ولكن هو اللي كيعطي هذيك الهشاشة وكتجي فازقة. والله العظيم أخوتي أنا ديتها عند صديقة ديالي جات واعرة، واعرة وحتى هي عجباتها. الصراحة أخوتي يعني المقادير ديالها بسيطة وفي المتناول، وهكا يعني كتحيدوا حتى البيض اللي عنده حساسية من البيض، ويمكن لكم حتى الزبدة راكم عارفين الغلاء ديال الزبدة يمكن تستغناو عليها، والبديل ديالها هو الحليب مع الخل. صافي هذا هو الشكل ديالها، كتقطّوها على حساب اللي بغيتو. كتشكلوها نتوما على حساب اللي يعجبكم، بغيتوهم فرديين بغيتوهم مول كبير. صدقوني أخوتي راه كتجي روعة، وإن شاء الله تجربوها وتحضروها لوليداتكم ولأعز الناس عندكم. كما كنقولوا تحميرة الوجه وكتجي زوينة، وإن شاء الله تردوا عليا الخبار. شكرًا للمتابعة ديالكم، شكرًا لدعمكم، شكرًا دائمًا للتعليقات ديالكم اللي كيفرحوني. الله يخطيكم عليا، وإن شاء الله نكون دائمًا عند حسن الظن ديالكم، وكنحيي كاع الأصدقاء ديالي القراب، البعاد، العائلة، الأحباب، كل واحد بسميتو. وبالأخص الناس الجداد اللي التحقوا بالقناة، مرحبا بكم ودار داركم. هذا هو الشكل ديال الكيش ديالنا، جربوها ونتسنى التعاليق ديالكم. والله خوتي كتجي روعة غا صدقوني، وإن شاء الله تحضروها. شكرا للمتابعة ديالكم، شكرا لدعمكم، شكرا دائما للتعليقات ديالكم اللي كيفرحوني. الله يخطيكم عليا. كانت معكم وصفات رشيد العمر.